كان العرب قديما يمدحون الرجل الكريم فيقولون أكرم من حاتم، وذلك نسبة إلى حاتم الطائي، رمز الكرم لدى العرب ومضرب الأمثال في الكرم، لما عرف عنه من كرم وبذل في العطاء لكل محتاج. عاش حاتم الطائي في زمن الجاهلية قبل قدوم الإسلام، وكان أشهر أبناء قبيلته طيء، والتي كانت تسكن بلاد الجيلين، وهي الآن منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، ولا تزال بعض بقايا أطلال قصره موجودة حتى الآن. وعرف عنه اعتناقه للمسيحية وكتابته للشعر، إلا أن أغلب شعره ضاع مع الزمن، واشتهر بكرمه لما عرف عنه من جوده مع ضيوفه وعطائه للمحتاجين والفقراء. ويقال أنه ورث الشعر والكرم عن أمه، حتى أن أخواله حجروا على أموالها من كثرة ما كانت تصرفها على السائلين وليس على نفسها. ويروى عنه أنه ذهب إلى الملك النعمان بن المنذر فأكرمه وأدناه، ثم أعطاه عند انصرافه جملين محملين بالذهب وكثيرا من العطايا والهدايا. فلما رجع إلى أهله استقبلوه وقالوا: يا حاتم، أتيت من عند الملك وأتينا من عند أهالينا فقراء. فقال حاتم: هلما فخذوا ما بين يدي فوزعوه بينكم. فأسرعوا إليه وأخذوا كل ما كان معه، حتى لم يبقوا له من الجملين المحملين ذهبا شيئا. فقالت له جاريته: اتق الله وأبقي على نفسك، فما يدع هؤلاء دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. فأنشد يقول: قالت طريفة ما تبقي دراهمنا، وما بنا سرف فيها ولا خرق، إن يفن ما عندنا فالله يرزقنا، ممن سوانا ولسنا نحن نرتزق، ما يألف الدرهم الكاري خرقتنا، إلا يمر عليها ثم ينطلق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا، ظلت إلى سبل المعروف تستبق. ويروا كذلك أن امرأة ثرية تسمى ماوية وفي ذات يوم أرسلت إلى عدد من الشعراء، كان من بينهم النابغة الذبياني وحاتم الطائي، وكانوا جميعا يطمعون بالزواج منها. فقالت لهم: ليقل كل منكم شعرا يذكر فيه خصاله وفعاله وأفضاله، وأنا أقرر بعد ذلك وأتزوج أكرمكم وأشعركم. فأنشد كل منهم شعره أمامها، ففاز حاتم حيث كان الأكرم والأشعر، إلا أنها طلقته بعد ذلك لنفس السبب، وهو شدة كرمه وعدم تفكيره في الغد واحتياجات منزله. فقيل إن بعد الطلاق جاء لها 50 رجلا كانوا لا يعلمون بأمر الطلاق يطلبون من حاتم الطعام، فأرسلت له الجارية تخبره، فوافق وأرسل لها جملين لإعداد الطعام. فقالت له زوجته: لهذا طلقتك. وقيل أن أحد قياصرة الروم بلغه ما يقوله الناس عن جوده وكرمه، فاستغرب ذلك جدا، وعرف أن لحاتم فرسا من كرام الخيل عزيزة عنده، فأرسل إليه بعض حجابه يطلبون منه ذلك الفرس. فلما دخل الحاجب دار حاتم استقبله أحسن استقبال ورحب به، وهو لا يعلم أنه حاجب القيصر، ولكن كانت المواشي في المرعى فلم يجد إليها سبيلا ليكرم ضيفه، فنحر الفرس وأضرم النار، ثم دخل إلى ضيفه يحادثه، فأعلمه أنه رسول القيصر قد حضر يطلب منه الفرس، فحزن لذلك وقال: هل أعلمتني قبل الآن؟ فإني قد نحرتها لك إذ لم أجد شيئا غيرها. فعجب الرسول من سخائه وقال: والله لقد رأينا منك أكثر مما سمعنا. وسأله رجل ذات يوم قائلا: يا حاتم، هل غلبك أحد في الكرم؟ قال: نعم، غلام يتيم من طيء نزلت بفنائه، وكان له 10 رؤوس من الغنم، فعمد إلى رأس منها فذبحه وقدم إلي، وكان فيما قدم إلي الدماغ، فتناولت منه فاستطبته، فقلت: طيب والله. فخرج من بين يدي وجعل يذبح رأسا بعد رأس ويقدم لي الدماغ وأنا لا أعلم. فلما خرجت لأرحل نظرت حول بيته دما عظيما، وإذا هو قد ذبح الغنم كلها، فقلت له: لما فعلت ذلك؟ فقال: يا سبحان الله، تستطيب شيئا أملكه فأبخل عليك به؟ توفي حاتم الطائي قبل 46 عاما من الهجرة النبوية، ولذلك فلم يعاصر إلا ابنته سفانة وابنه عدي أدركا الإسلام فأسلما. وقد امتدح الرسول صلى الله عليه وسلم كرمه وخلقه في الكثير من الأحاديث،
بعضها حسن وبعضها ضعيف، وكان أكثرها أثناء لقاءات جمعت بين رسول الله وعدي ابن حاتم الطائي. فسلام على حاتم الطائي وخلقه الكريم الذي شرف به العرب.